تحياتي لكم أينما كنتم مشاهدين في كل مكان، وأهلا بكم في فيديو جديد. دائما ما تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي صانعة المحتوى العراقية إلينا إنجل، حيث حثت متابعيها انتظار فيلمها الجديد مع ابنها المراهق. وتوجد مجموعة كبيرة من الأخبار التي تتعلق بصانعة المحتوى العراقية إلينا إنجل، حيث تصدرت إلينا مواقع التواصل الاجتماعي بكافة الأعمال التي تقوم بها وتعمل على نشرها على هذه المواقع. ومن ضمن هذه الأخبار التي تعلقت بها هو فيلمها الجديد الذي أطلقته العراقية المشهورة إلينا إنجل بالتعاون مع الممثل العراقي يدعى حمودي، حيث كان هذا الفيلم تحت عنوان التدريس الخصوصي مع حمودي. يعتبر فيلم إلينا إنجل وابنها المراهق هو من بطولة العراقية إلينا إنجل وحمودي، حيث تدور قصة هذا الفيلم حول معلمة شابة والتي قامت بدورها إلينا إنجل وطالبها المهمل حمودي. فتحاول هذه المعلمة تدريس طالبها، لكن الطالب لا يستجيب لمحاولتها، لذلك تقوم باللجوء إلى بعض الأساليب الغير أخلاقية لإقناعه بضرورة التدريس وأهميته. ويعتبر فيلم إلينا إنجل مع ابنها المراهق هو أحد الأفلام الترفيهية القصيرة الذي خصص للكبار فقط، وهو من بطولة العراقية إلينا إنجل، حيث يعتبر هذا الفيلم هو من أشهر أفلامها على الإطلاق، ولقي نجاحا كبيرا وواسعا بعد إصداره بفترة قصيرة في العراق والسعودية وعدد من الدول الأخرى. هذا وتحظى جميع أفلام إلينا إنجل العراقية بشعبية كبيرة على المستوى العربي، كونها الأفلام الأولى عالميا التي تعرض محتويات ترفيهية مخصصة للكبار مستخدمة فيها اللغة العربية وخاصة باللهجة العراقية. ويبدأ فيلم إلينا إنجل العراقية الذي هو بعنوان إلينا إنجل وابنها المراهق بدخول المعلمة إلى منزل الطالب، حيث تكون المعلمة في مهمة للتدريس الطالب دروس خاصة في منزله، وذلك بحسب الأحداث التي تدور داخل الفيلم. ويعتبر الفيلم من أفلام إلينا إنجل المجموعة الجديدة التي تتضمن عدد كبير من الأفلام التي يتم تصويرها وإنتاجها خلال عام 2023. كما ساهمت هذه الأفلام بوصول العراقية إلينا إنجل إلى شعبية كبيرة وشهرة واسعة. وبكده أكون وصلت بحضراتكم لنهاية الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو جديد.